السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان في العالم. طبعا النهارده أو موضوع حلقتنا النهارده هنتكلم عن محصول اللب السوبر أو اللب الكرمة. طبعا المحصول هنتكلم عنه النهارده، طبعا احنا بنتكلم في وجه بحري. ازاي اللي انا هقدر اوصل لكمية تكون ايراد جيدة جدا من محصول نبات اللب السوبر أو الكرمة. طبعًا قبل ما أتكلم طبعًا هاتكلم طبعًا إحنا ليه ابتدت زيادة زراعة لِب السوبر أو انتشرت الزراعة بكميات كبيرة. طبعًا دي راجع طبعًا لعدة أسباب طبعًا. أولها طبعًا لإن النبات طبعًا تكلفته غير كافية أو غير مكلف جدًا على المزارع، وبتكون نتيجة الأرباح أو العائد من المحصول طبعًا بتكون مرضية أو مجزية للفلاح. بعض الأسباب برضك الأخرى طبعًا اللي هي قبول التصدير على المحصول أو على اللِب الصوبي. برضك من عمليات اللي شجّعت زراعة لِب السوبر أو الكُرمة، زيادة الاستهلاك عليه، طبعًا لإنه بيُزرع لغرض التسالي. طبعًا النهارده أنا حبّيت أتكلّم معاكم بعض المواضيع خاصة بالنبات الكُرمة أو اللِب السوبر. أول حاجة هنتكلّم عنها النهارده إزاي اللي أنا هاجهّز الأرض، وإزاي اللي أنا هازرع محصول، وإزاي اللي أنا هانتج أو هاستخدم كمية تقاوي قد إيه للفدان، وإزاي وأول رَيّة طبعًا هاتكلم عنها طبعًا إزاي اللي أنا هاقدر أغطي مصطبة الخط أو المصطبة في أسرع وقت وبدون أي تكلفة. طبعًا أول شيء طبعًا هاتكلم عنه طبعًا كمية التقاوي بيحتاج الفدان من حوالي من 3 ل4 كيلو جرام بذور. طبعًا قبل الزراعة المفروض إن أنا هاكون مطهّر البذور ديّة عشان أعفان الجذور، وخاصةً طبعًا لفحة الساق السمغية. هاكون طبعًا موجود عندي بعض المطهّرات، ممكن أستخدم مادة التوبسين طبعًا بمعدل حوالي 100 جرام لكل كيلو جرام تكاوي، أو مادة الروزيليكس أو مادة السيرم بنفس المعدلات. بعد ذلك طبعًا باقوم بعملية تجهيز الأرض. باقوم طبعًا بحرث الأرض حوالي سِكّة أو سِكّتين. بعد ذلك بنقوم بتسوية الأرض ووضع معدل تسميد بلدي بمعدل 10 متر مكعب سماد بلدي لكل فدان، ويتم إضافة معاهم حوالي 150 كيلو جرام سوبر فوسفات طبعًا متواجد في الأسواق، وبالإضافة معهم بيتم إضافة حوالي 50 كيلو جرام كبريت زراعي. طبعًا دي متوفر في الأسواق، وأنجح وأفضل أنواع الكبريت الموجودة هي كبريت كفر الزيات، وطبعًا متواجد في الأسواق هنا. بعد ذلك بنقوم بعمليات التخطيط، بحيث يكون التخطيط المصاطب اللي أنا هاعملها طبعًا مش هاعمل خطوط هنا في الليل، الليل بتكون المسطبة من حوالي من متر وربع لمتر وإيه ونُص. دي المعدلات أو المعدلات الصحيحة في التخطيط. بتكون الزراعة إزاي؟ الزراعة بتكون طبعًا على في خلال على الخط طبعًا. إذا كنت هازرع أو هاخطط تخطيط من الشرق للغرب، هتكون طبعًا إيه، هازرع على الريشة البحرية. الريشة الجبلية طبعًا لو كنت هاخطط من الجنوب للشرق، طبعًا هنا هتكون الزراعة إيه، على الريشة الغربية أو الريشة البحرية. بتكون زراعة البذور بمعدل بذرتين أو 3 بذور طبعًا لكل جورة، بتُزرع على الثلث العلوي للخط أو للمصطبة. في طبعًا بعض المزارعين بقى بيحط بال10 ب5، لأ إحنا عايزين طالما التكاوي أو نسبة التكاوي ونجاحها وإنباتها جيد جدًا، من بذرتين ل3 بذور لكل جورة. بتكون المسافة بين الجورة والجورة حوالي 50 سنتي. دي المعدلات الصحيحة في الزراعة. دي أهم العمليات. طبعًا بعد ما باعمل أو بازرع بذور طبعًا باقوم بري الأرض رية غزيرة. طبعًا بعد عمليات تانية بتتم، ما فيش أي عمليات بتتم معايا إلا بعد خروج النبات أو اكتمال عمليات الإنبات. بعد ما بتكتمل معايا عمليات الإنبات ويكون النبات مكتمل اكتمال كامل، بنقوم بعمل عملية أو تخطيط للخط بالفياج. الفياج الزراعي اللي هو المحراث الزراعي القديم كانوا يستخدموه آباؤنا قديمًا. بنقوم بعملية تفتيح للخطوط. بعد ذلك باقوم بعملية تمهيد أو تنضيف الحشائش وإزالة الحشائش من الخطوط والمساطر. دي أول عزجة هاعملها. بعد ذلك طبعًا بعد العزجة دي بحوالي 7 أيام أو 8 أيام باقوم بعمليات الخَف.
بخف النبات. وبعد خف النبات طبعا بقوم بعمل عزجة أخرى، وهقوم في هذه العزجة طبعا بإضافة الأسمدة أو أول دفعة في الدفعات السمادية. طبعا أول دفعة ديت هحط حوالي 150 كيلو جرام سلفات نشادر، وهنضيف معاهم حوالي 25 كيلو جرام سلفات البوتاسيوم. دي طبعا في الرية الأولى. طبعا في حاجة تانية أعملها طبعا المفروض ان انا في الرايه دي طبعا هقوم بوضع معدل حوالي 2 رتل اندول لكل فدان. هنضيف معاهم حوالي 3 كيلو فلفل. طبعا دول بيتدربوا في السماده على المطلق، وبيتم اضافه الجرعه ديت طبعا الارض. طبعا انا حطيت ليه الاندول مع الفلفل؟ اولا هيسرع معايا من عمليه امتصاص النبات للاسمده. تاني هام هيسرع معايا من تكوين الجذور او الشعيرات الجدريه تكون جيده، وشعيرات جدريه مصاصه هتمص معايا الغذاء ده كله. طبعا هتفرج معايا بعد الريه ديت حوالي 10 ايام، هيكون عندي نسبه تغطيه للمصاطب بمعدل 60% ل 70%. يكون عندي تغطيه للعرش، تغطيه جيده جدا للمصاطب. طبعا دي في الريه الاولى. طبعا احنا هنتكلم طبعا الريه الثانيه. المفروض بعد الريه الاولى بحوالي 25 يوم ل 30 يوم حسب وضع التربه. طبعا ديت في الريه الثانيه طبعا هنضيف حوالي بقيه الجرعه او الدفعه التسميديه بمعدل 100 كيلو جرام سلفات نشادر، وهنضيف معاهم برضك معدل حوالي 50 كيلو جرام سلفات البوتاسيوم. طبعا هنتكلم عن برنامج الرش او ايه اللي انا هكون برشه خلال هذه الفترات او النبات. احنا كده اتكلمنا عن الريه الاولى والريه الثانيه، وهنتكلم عن الرش او فترات الرش اللي انا هستخدمها. طبعا الرش طبعا هكون طبعا برش المبيدات الاقراصيه طبعا بمعدل ظهور النبات بمعدل 3 ورقات ل 4 ورقات. هستخدم ماده الابيمكتين بمعدل 15 سم اذا كنت هستخدم الرشاشه الزهريه لكل 20 لتر مياه. وهنحاول نضيف معاهم ماده الاسيتامبرايد طبعا بمعدل حوالي 10 جرام لكل 20 لتر مياه اذا كنت هستخدم الرش الزهري. لو كنت هستخدم الموتور الرش طبعا هيكون معايا بمعدل 250 سم مبيد ابيمكتين، يتم اضافتهم لكل 600 لتر مياه، ويتم اضافه معاهم حوالي 150 ل 200 جرام ماده الاسيتامبرايد. برضه هنضيف معاهم حوالي ماده التوبسين بمعدل 400 جرام لكل 600 لتر مياه. طبعا دي هنا عشان اواقي النبات من العناكب واواقي النبات من البياض الدقيق. طبعا بضيف معاهم حوالي ماده الاحماض الامينيه معدل رتل لكل 600 رتل مياه، طبعا عشان ترفع معايا كفاءه امتصاص النبات او تعالج معايا النبات من عمليات بسبب الظروف الجويه او التغيرات المناخيه. بعد ذلك دي الرشه الاولى. طبعا انا هبدا رشي او هكرر الرشه دي حوالي كل اسبوع ل 10 ايام هكرر نفس هذه الرشه. طبعا بعد الريه الثانيه هبدا معايا اضافه بردك مركبات الاحماض الامينيه، واحاول اضيف معاها ماده النفسلين اسيتيك اسيد والنفسلين ستاميل بمعدل 200 جرام لكل 600 لتر مياه. واحاول اضيف معاهم العناصر الصغرى طبعا حديد زنك منجنيز بمعدل 500 جرام لكل 600 لتر مياه من كل صنف. وطبعا بعد الرشه ديت بثلاث ايام هكون برش ماده بردك البياض الدقيقي والعناكب بمعدل 400 جرام توبسين لكل 600 لتر مياه، بمعدل 200 جرام ماده الاسيتامبرايد، بمعدل 250 جرام ماده الابيمكتين لكل 600 لتر مياه. طبعا دي اول رشتين طبعا اتكلمنا عن او اول ثلاث رشات اتكلمنا عنها. وان شاء الله طبعا انتظرونا ان شاء الله في الفترات الرش القادمه، او ازاي اللي انا هعرف حضرتك ان ترش او تواقي ازاي الامراض اذا وجدت امراض، عشان احنا هنا بطيخ احنا ما اتكلمناش كده في الامراض خالص. وانتظروني طبعا في الفيديو القادم ان شاء الله، واتكلم معاكم باذن الله في بعض الامراض او بعض الرشات اللي احنا هنتكلم عنها، واحاول اوضح لكم بردك طبعا من الواقع، واصور لكم طبعا من الارض. وما تنسوش طبعا اشتراكي ودعمي في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.